السلام عليكم، مرحبا بكم في فيديو جديد. نحكي لكم حكاية مع هاد الصور الجميلة. حكاية هي فاطمة المعكرة. حكاية زمان. بسم الله بديت وعلى النبي صليت وبيه كلامي حليت، وليكم بهذه الحكاية جيت. لكل حكاية معناها حكاوها القدام، يا محلاها جيتكم اليوم نحكيها وفي قلوبكم نخبيها. نتفكروا ناس زمان ونقولوا كان يا مكان. في حي القصبة كان يعيش واحد الراجل مع زوج بناته، واحدة اسمها عايشة والأخرى اسمها فاطمة. عايشة الكبيرة كانت معروفة بالعقل والرزانة، وفاطمة بالزين والحذاقة. ماتت يماهم وهما صغار، وباباهم ما عاودش الزواج. هادشي اللي خلى عايشة تحفظ وصية يماها وتتحمل مسؤولية الدار وخوتها الصغيرة. أما فاطمة كانت طايشة وعايشة حياتها ولا حاجة تهمها، وعلى قد طيشها وخفتها قلبها كان حنين وكبير. كانت تحب تغني وتحني وتصبغ شعرها بالأحمر. على هذه الجيران كانوا يعيطولها فاطمة المعكرة، وهذا الاسم عنده زوج أسباب. السبب الأول لأنها كانت متعكرة المزاج، والثاني على شعرها العكري كما يقولوا الناس القصبة على اللون الأحمر. بعد مدة من زمان مرض باباهم ومات وخلى لهم الدار، وهذيك الدار كانت هي كل ما يكسبوا من الدنيا. واحد النهار ناضت عايشة الصباح بكري كما العادة، نقات الدار وغسلت الماعن والفراشات وطيبت غداها. كان الغدا بوزلوف الله الله، ريحته ملات المكان وفاحت وخرجت ودخلت لديار الجيران، ومن بينهم كانت مرا بالحمل وتتوحم. شمت الريحة وتشهات، سخفت وتمنات تذوق منه وتاكل. حشمت تروح تطلب، ومع الاخر ما قدرتش تحمل وتقاوم، راحت لهم ودخلت الحوش دارهم. قالت لهم طفات لي الجمرة، اذا تمدوا لي جمرة نشعل بها كانوني. مدت لها عايشة جمرة وراحت بها، ما وصلتش لنص طريق ورجعت لها قالت لها الجمرة طفاها لي الريح. زادت مدت لها جمرة أخرى، بقات هذيك الجارة على هذاك الحال تروح وتولي أكثر من 7 مرات. وفاطمة المعكرة قاعدة في الحوش تسمع في الموسيقى وتشوف. الجارة خرجت وهي لحقتها، شدتها من يديها وقالت لها قولي لي وش سرك. المرأة حشمت، ومن بعد قالت لها راني نتوحم، شميت ريحة البوزلوف وما قدرت نقاوم سخفتني. راحت فاطمة عند أختها وقالت لها مدي للجارة راهي تتوحم، وإذا بقات بسخفتها راح تجي مارة في وليدها. بصح عيشة رفضت وحلفت وقالت لها من طاجيني والله ما ذاقت. كي يأست فاطمة من أختها قالت لها عندي ليك عرض محال ترفضيه، انتي مدي لها من الغدا وانا نتنازل لك على حقي من الدار والميراث. فاطمة حارت واستغربت، ولكن من طمعها وافقت في الحين وما رفضت. دات فاطمة البوزلوف للجارة ومدته لها، والجارة من فرحتها عنقتها وبكات ورفدت يديها للسما ودعات روح يا فاطمة، الله يعلي مقامك وفي الفردوس الأعلى يكون مكانك. رجعت الجارة لدارها فرحانة بالغدا اللي سخفت عليه، وعايشة فرحانة بالدار والورث الكبير. وراحت فاطمة لغرفتها فرحانة بدعوة الخير. طاح الليل وطلع النهار، ناضت عايشة وفاطمة صبحت راقدة وطولت بالنوم. راحت أختها الباب الغرفة باش تنوضها، وكانت كل ما تقرب تشم ريحة المسك والريحان. دقت على باب أختها وما سمعت منها جواب. كانت ريحة البخور والماء معطر تخرج من تحت عتبة الباب. حاولت تفتح الباب ما قدرتش، راحت تجري عيطت على الجارات تعاونوا على الباب وفتحوه. لقاو فاطمة المعكرة ميتة مغسلة ومكفنة، شمعة على يمينها وشمعة على شمالها. جاو الشيوخ وكبار القوم وقرروا يدفنوها في الغرفة تاعها. قبرها لحد الآن موجود، يقصدوه الناس ويزوروه من كل مكان. وحكايتي مشات من واد للواد، يحكيوها لنا الجداد ونعودوها للولاد والأحفاد. شكرا حبوباتي على الاستماع والمشاهدة. في فيديو آخر إن شاء الله. لا تبخلوني بلايك والمشاركة والاشتراك في قناتي.